السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي، في الفيديو هذا باش نجيبوا لكم حاجة ما عمرها ما اتقالت، أول مرة باش تسمعوها. مهما كان باحث في الآثار ولا في علم الديانات ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا، باش تسمع كلام أول مرة باش تسمعه. باهي، ناخذ المنطلق متاعنا الكتاب هذايا، لي موند أراب، العالم العربي. باهي، الكتاب هذا فيه برشا عناوين، باش ناخذوا منهم زوز برك، زوز عناوين. العنوان هذايا زينوبيا، قريتها ولا؟ باهي. العنوان الآخر هو الكريتير، تاريخ اختراع الكتابة العربية. باهي. وهذه الفراعنة والإسلام. أي سيدي، التصويرة ذي والتصويرة ذي واضح ولا؟ هذه معروفة أبو الهول، وذي معروفة حور محب، وذي تاريخ الكتابة المسمارية وغيرها. فهمتني؟ باهي. وهذه زينوبيا. هاي سيدي، فما حاجة أخرى قبل ما نمشيو لذيك، نشوفوا هذا أطلس. شفيه؟ فيها أنه الأرض المقدسة القدس موجود، يلزم فيها الفيل، لأنه مذكور في القصص أنه جابوا الفيل، مشي الفيل، يلزم فيها الفيل والجمل، ويلزم فيها السيودة، ويلزم فيها التماسيح. معناتها فلسطين الحاليه لتوا ما فيهاش السيوده والتماسيح، ما هيش ارض ذيوبه وسيوده وتماسيح، لا هي، وما هيش ارض فيوله. كانوا يقولوا الغراب تلقاه في كل بقعه، الغراب هذوما تلقاهم في كل بقعه، لكن التمساح تلقاه كان في النيل، خاصه وين اسوان وكالبروركيه، وين السودان، وين برشا مجامع نتاع الماء. هاي سيدي، باش ناخذوا توا الكتاب هذا، باش ناخذوا التصاور هذه، باش نقول لكم باختصار شو معناتها زينوبيا. ايش معناتها زينوبيا؟ زينوبيا، هاي سيدي، زينوبيا سيدي اللي احنا نقولوا سلام، اللي احنا نقولوا زينب. فهمت؟ اللي احنا نقولوا بالعربيه نقولوا زينب. ايش معناتها زينب؟ معناتها الذنب، الذنب، الذيل، الذيل. معناتها واحد كيموت وخلي البنيه، البنيه كي تسمى الذيل، تسمى زينب، تسمى زينوبة. مثلا ملك كبير نبي، اذا في ذريته خلى بنيه، والبنيه كما احنا نقولوا يعقوب، يعقوب جايه من العقب، العقب. ايش معناتها العقب؟ هي اخر حاجه، اخر حاجه كنقولوا جمل، اخر حاجه هي الذيل، بقره ولا جمل، ديما اخر حاجه هي الذيل. الذيل هو الذنب. كانوا راجل يقولوا له عقب، يعقوب، عقب. معناتها واحد جي في اخر واحد خلى ولده بعده يجي عقب بتاعه، في عقبه وجعلها كلمة، معناتها يخليها في عقبه، مش معناتها اخر كلمة قالها لا اله الا الله. سيدنا ابراهيم اخر كلمة قال لا اله الا الله. زينوبيا هي زينب، زينب اللي هي يقولوا لعنخ اتون عائشة، اللي هي بنت سيدنا سليمان، اللي هي كليوباترا، واللي هي سان كاترين الرابعة العدوية، واللي هي عندها برشا ألقاب، لأنه كل مرحلة تاخو لقب. معناتها هي كي رجعت سمات مجد أبيها كليوباترا، كليوباترا معناتها مجد أبيها، وهي نفسها اسمها أوروبا، أوروبا معناتها وجه ربي، كما نقول وجه ربي، لأنها كي أقبلت قالوا لها أقبل البدر علينا، هي وأختها مريم، من ثنيات الوداع، ثنيات الموت، اللي هي الصحراء الكبرى تاع الجزائر. هاي سيدي، هذه زينوبيا اللي هي ذنب شكون؟ انه سيدنا سليمان عليه السلام كان من التماثيل بتاعه انه الوجه وجه عبد، والراس راس جسد جسد صيد اسد. سيدنا سليمان من منحات، فابو الهول هو صيد، والوجه وجه بشر.
الذيل نتاع ابو الهول هي بنت بنته نفرتيتي، بنت سيدنا سليمان هي نفرتيتي فاطمه اللي اسست بناتها عملوا الدوله الفاطميه، بنات تسمى الدوله الفاطميه نسبه لفاطمه بنت سيدنا سليمان، الدوله الفاطميه الاولى نحكي لك به. هدايا حور محب، حور محب تفهمنا انه سيدنا سليمان مره حبت مرته تلعب بلقيس ملكه سبأ، حبت تلعب معاه شطرنج، قال لها لا معيش، فألحت عليه، فقال لها بشرط كان نربحك نحكم عليك اي حاجه تعملها، قالت له في طار الاحلام احكم عليها انك تعمل كما يعملوا الخدام. شو الخدام؟ يلبسوا تلبس لبسه تتجرد كما يقولوا متجرد، هذه التجرد هذه يعملوا كان الخدام الخدم، فشبهها بالخدم فهمت في اطار الحلال. فهي تغاضت حبت ترجع الفازه، مره قالت وين نلعبوا نشرط عليه كذا ربحت فربحته، فشرطت عليه انه يقع على اقبح من في القصر، هي امراه من اصول اسيويه، واسيا معناتها شيناء وشيناء معناتها سيناء، سيناء معناتها شيناء. جابت حور محب، حور محب هو اللي دمر المملكه، سيدنا سليمان حلم انه بشكون يجي يدمر له مملكته، فكي جابوا ما لقاش حل يقتلوا ولا ما يقتلوش، خذاه اخناتون عمران ورباه في تل العمرنه اللي هي تل ابيب، ابيب معناتها الثعبان اللي صارت فيها المناظره. فهمت قربت شويه. هاي سيدي هذا ايش يقولوا له، هذا يقولوا له كوش، السيد هذا حور محب اللي هو اسعد الكامل، اللي هو التبع اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا التبع فانه كان قد اسلم، وهو صاحب الاخدود اللي حفر الاخدود وعمل المحرقه، وهو اللي قتل يحيى وزكريا وعمل كذا، لكن تاب على يدين بنت اخته نفرتيتي، بنت اخته اللي هي نفرتاري اللي هي كليوباترا، اللي احنا نقولوا لها رابعه العدويه، ولا يقولوا الخليل، هي تقول له الخليل يقول لها يا رابعه راهو عندي برشا ذنوب يا ربي يغفرها لي، قالت له يغفر اذا تتوب ربي يغفر، يقول لها يا رابعه راهو ذنوبي كبيره برشا برشا راهي ذنوبي نحسن باش نقولها كثر اللي كبيره، تقول له يغفر. فهو كتاب وين قعد في غار حراء، في غار حراء واعتزل الامه غادي، حور محب ولا هو جنكيز خان ولا هو برشا عنده القاب ولا هو ارطغرل ولا هو عنتر بن شداد والمتنبي والمعري، كان متنبي لانه ادعى النبوه، والمعري لانه في الاخر تجرد من كل شيء وعمل رساله الغفران للمعري فهمتي. فهذا يقول محب، يقولوا له كوش وهي الكلمه كما نقولوا كس اللي هي كلمه بذيئه، يقولوا له انت كوش سليمان، معناتها انت اقبح حاجه في النبي سليمان، معناتها سليمان هو بشر، سليمان هو بشر، فهذا كوش وهذيك زينوبيا. والكتابه العربيه اتطورت في تونس، كانت هيروغليفيه الكتابه، وكانت ديموتيقي، وكانت الخط المسند والمسماري، العربيه كتبت ببرشا طرق، لكن وقفت في الاخر على الكتابه القيروانيه لانه عليسه ارمله يحيى عليه السلام هي اللي طورت الكتابه في مدينه الاغالبه، والاغالبه اللي هم في زمانها هي فهمتوا. وقت جاءوا المسلمين المحمديين لتونس لقوا تونس تتكلم بالعربي على احسن ما يرام، ويلقاوهم يعرفوا الحج والمناسك والصوم ويلقاو كل شيء، لكن مشاو لاسبانيا يلقاو قرطاجنه مبنيه، قرطاجنه اللي هي بناتها زينوبيا زينب اللي هي الذنب بتاع سليمان عليه السلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.